بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. واليوم جيتكم بفيديو جديد واللي هو طلبية تاع خطوبة كانت عندي، مولاتها بغاتها كلش فيها شوكولا، بغيت نشاركها معاكم. غادي إن شاء الله نشوفوا في هذا الفيديو كامل الأسرار والنصائح باش تنجح معكم الجينواز. والجينواز تاع اليوم جينواز تاع الورقة بدون محسن، غادي تجي بزاف خفيفة، تجي قطنية من الداخل. وهذا الجينواز تقدروا تخدموا بها اللاير كيك، ولا تخدموا بها كذلك الكيكات المستطيلة، تخدموا بها الرولي كيك، كلش محشية بواحد الكريمة تجي بزاف بنينة. وهذه الكريمة كذلك تجي اقتصادية وتجي بنينة بزاف. وهذه الكريمة تقدروا تخدموا بها لي بيس تاع الباتيسي، تخدموا بها الباتيسري، تخدموا بها لي فيغين. نشوفوا كذلك الليساج تاع الكيكة والتزيين. اقعدوا معايا كامل، شوفوا الفيديو كامل، قعدوا معايا للاخير هكا غادي تشوفوا السعر الثاني تاع الكيكه. واول حاجه غادي نخدموا الجينواز، واللي هي عندي 6 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، نجبدوهم بكري البنات من الثلاجه ونخلوهم قد ساعتين ولا، ونخدموا بهم ويكونوا بدرجه حراره الغرفه. غادي نديروا معهم قرصه تاع الملح ونديرهم يتضربوا في البيتران ولا بالباتور. غادي كي يطلق الرغوه تاعه البيض كما راكم تشوفوا، كي يطلق الرغوه تاعه هنايا في هذا الاثناء راني موجده نص كاس ولا راني موجده 120 غرام تاع سكر حبيبات. اللي ما عندهاش الميزان راني درت لها بالكاس فوق النص غير شويه. غادي نحط هذا السكر تدريجيا في على البيض تاعنا، نخليه يتضرب مليح حتى لي الخليط غادي يتضاعف ويطلق هذاك البيض. السكر تاعنا غادي يذوب تماما. نحط 3 مغارف تاع الزيت من بعد ونخلط شويه. من بعد غادي نجيب مغرف تاع الخل. وتسالوني الزيت والخل عليه؟ الزيت غادي يعطيني الطراوه، وكي ديروها في الفم غادي تولي رطبه، والخل غادي يلعب دور المحسن ويعطيني الهشاشه والخفه. بعد ما نحط المغرف تاع الخل نضربو خطره ولا زوج ونحبسو. الفرينه تاعنا راها واجده، واللي هي 150 غرام تاع الفرينه. درت لي كاس كامل اللي شتوه جاي معمر، الكاس كامل جاي كاس اللي يكون معمر 150 غرام. اللي ما عندهاش هذيك درتها، اللي ما عندهاش الميزان. غادي نكمل الفرينه تاعي نديرها تدريجيا. عندي معها 30 غرام تاع الكاكاو، عندي لكل حبة بيض عندي 20 غرام تاع سكر حبيبات، 30 غرام تاع فرينة. ومن نديرو الكاكاو عندي 5 غرام تاع الكاكاو. احنا اليوم كي درنا الكاكاو درنا 30 غرام تاع الكاكاو مع 150 غرام تاع الفرينة، هي 180 غرام بيناتهم. غادي نخلط تدريجيا. في الاول ندير الدفعة الاولى ونخلط تدريجيا من الفوق للتحت من الفوق للتحت، وثاني نعاود ندير الدفعة الثانية. من بعد درت الكاكاو وندير معاهم وحدة تاع لا ليفيور شيميك ولا خميرة كيميائية ونخلط من الفوق للتحت. البلاط تاعي راه واجد، راني دايره فيه بابي كويسون. عندي بلاط 30 على 40، والفور تاعي راه سخون. نحط كامل الخليط تاعي في هذا البلا. الفور تاعي راه سخون، غادي نطيبه على 160 درجه ولا 170 درجه الكيكه تاعنا. ولا اللي عندها الفور تاع السعاده ولا الفور تاع التلمسان طيبوها من التحت ومن الفوق. في الفور تاع التلمسان طيب من التحت ومن الفوق على نار متوسطه. في الاول تكون قاويه، من بعد نقصوا لها النار ونطيبوها على نار متوسطه. شوفوا الطياب كيفاش نعطوها حقها في الطياب. ولا درتوها في الكوزينير طيبوها غير من التحت. من بعد لكن ما طابتكمش من الفوق غادي تدي اصفرار خفيف. الا كانت دات اصفرار خفيف خلوها، ولا كانت ما طابتش غادي تعاودوا ديروا لها النار من الفوق وديروها ناقصه. غادي نطيبوا الكيكه تاعنا وشوفوا الطياب كيفاش تجي خفيفه خفيفه قطنيه هشه، تجي رطبه بالفم. قادرين كاع ما تسقوهاش البنات، تجي خفيفه وتجي من الداخل كي تاكلوها تجي رطبه، يعني ما تجيش ناشفه من الداخل. شوفوا انا الشربات تاني طيبتها، هذه غادي نخلوها تبرد. وراني درت وقت اخرى ثاني كيفها. بعد تشوفوا كيفاش غادي نديروا لها. درنا وقت اخرى ونحطوها على جهه تبرد ثاني. هاي وقت اخرى ثاني 6 حبات بيض وقت اخرين. دوك نقول لكم بعد كي غادي ديروا لها. غادي من بعد غادي نقسموا كل حبه لروحها. الشربات تاعنا غادي نديروا البنات 2 كيسان تاع السكر مع 6 كيسان تاع الماء، شريحة ليمون، ونخلوهم على جهة في الغاز 10 دقائق مع شريحة ليمون. خلوهم 10 دقائق يغلوا ولا يطيبوا. من بعد نطفوا خلوها تبرد. وهنا غادي نخدموا الكريمة المحشية اللي تجي من الداخل. عندي 3 كيسان تاع الحليب درت معاهم لافاني. غادي نحط معاهم 3 مغارف تاع المايزينا ولا نشاء الذرة. نحط كذلك هنايا الكاكاو، غادي ندير 3 مغارف تاع الكاكاو. عندي الكوس
نص كاس حليب، ندير له مغرف كبيرة تاع المايزينا ومغرف كاكاو، وندير هنايا 3 مغارف ثاني تاع سكر حبيبات. نخلط كلش مع بعض هنايا وغادي نحطهم البنات، نخلط بالفوي ونحطهم في الغاز ولا على النار، نخليهم يقعدوا يغلو. خلط مليح باش هذوك الكرات تاع الكاكاو ما يقعدوناش. ها راني حطيتهم على الغاز، نحطهم هنايا ونخلط، راني واقفه ونخلط مليح باش ما يديروناش الكرات. من بعد غادي نحطهم هنايا، نديرو حتى 100 غرام تاع الشوكولا، وقادرين نديرو حتى 150 غرام، لانه كل كاس حليب نديرو له 50 غرام تاع الشوكولا. درت شوكولا بالحليب، قادرين تخلطوا بين شوكولا بالحليب وشوكولا تاع سوداء، ودرت معاهم مغرف 2 مغارف صغار تاع الدهان. انا درتهم يبردوا في الثلاجه، تخلوهم غير من تحت وتغطوهم بلاستيك يلامس هذاك الخليط. من بعد غادي تجيبوهم باردين، انا خلطتهم كما شفتوا. غادي نحط معاهم 2 كيسان تاع الشونتيي ولا حتى 3 كيسان باش تكفيكم الكريمه الفوق. ومن بعد غادي نخلط. انا ما درتش الماء المنات بنات في الاول، خليته يتخلط مليح في البيتران. كي تخلط راني زدته فوق الربع تاع كاس تاع ماء برك. هذا مكان كاس تاع ماء بارد، اني حطيت فوق الربع تاع كاس باش الكريمه تاعنا تجي شاده روحها وتجي شابه. نتوما شوفوا النوعيه تاع الشونتيي تاعكم، المهم تكون الكريمه تاعكم تكون شاده روحها. زيدوا ربع كاس ولا نص كاس، مهم تكون شاده روحها على حسب نوعيه الشونتيي. خليتها الكريمه على جهه، واني نقطع في قسمت كل قسمه على 2. من بعد انا كنت باغي ندير البنات 4 طبقات، من بعد عاودت بطلت. شوفوا الكريمه كي شاده روحها تجي شابه وبنينه بزاف. البنات تقدروا ديروا لها نكهه الكراميل ولا بندق ولا كيما تبغوا. نوجدوا كامل الصوالح اللي غادي نخدموا بهم هكا باش خدمتنا تكون منظمه. وجدت الكراميل، الشوكولا طاغتيني. نتوما الحشوات اللي تبغوا تحشوا بهم الكيكه تاعكم، انا مهم راني نوريكم. نتوما تبغوا الحشوات اخرى ديروا حشوات اخرى، ولا ديروا الموز معاها ولا. شوفوا انا غادي ندير 3 طبقات، وهذيك الطبقه الرابعه اللي درناها غادي نقلع منها كيما هاك. غادي نقلع منها مورسو صغير اللي غادي نحطه مع هذيك الطبقة الأولى باش غادي يزيدني في الطول. عندي هذا الطول فيه 30 سنتيمتر، والجزء هذاك الزيادة حوالي 3 سنتيمتر، ثم 33 على 20 سنتيمتر في العرض. غادي نجيب الطبقة الأولى ونزيد هذيك الزيادة. نجيب الشربات تاعي اللي درت لها نكهة الكراميل، ولا نديرو بندق ولا بخاليني، كاع هذو يتماشوا مع الشوكولا. نجيب الطبقة الأولى بعد ما نشربها مليح، غادي نجيب الطبقة الأولى شوية تشربوها شوية، الطبقات الأخرين اللي يجوا فوقها هما اللي يشربوهم اكثر. غادي ندير الطبقه الاولى تاع الكريمه. انا وانتوما ديروا اللي تبغوا، نديروا دائما الطبقه الاولى نديروها الشوكولا هكا باش تشد لنا. ندير القرقاع ولا الجوز مع الشوكولا طاغتيني، وندير الطبقه الثانيه تاع الجينواز. ثاني نزيد هذاك الجوز، ها هو قد 3 سنتيمتر فيه في العرض. غادي نزيدها على الاخر تولي 33 سنتيمتر. نجيب ثاني الشربات اللي دائما فيها نكهه تاع الكراميل ولا بندق ولا بخليني، غادي نحطها. وهنايا غادي نشرب مليح كما راكم تشوفوا، راني نشرب مليح حتى لهذيك الجينواز تاعنا. غادي نتوشوها بالاصابع تاعنا، غادي نحسوها بلي راها مشربه. الماء غادي يقعد يولي هذاك الشربات، غادي نقعدوا نتوشوا فيها تولي. هنايا غادي نحبسوا. نجيب الطبقه تاع الكريمه تاعنا ونسوي الاطراف مليح. نعاود ندير كراميل، ندير الجوز والكراميل باش ما يروحلناش في الاطراف. انا غادي هنايا ثاني زدت مع هذاك الجوز، زدت حبات تاع اللوز. وانتوما دائما ديروا الحشو على طلب الزبونه، تبغوا ديروا الحشو تاع الكراميل ولا ديروا بيستاش ولا اللي تبغوا، المهم على حسب طلب الزبونه تتمشوا. انا غلفت بكريمه واخد اخرى في فوق هذاك الجوز والكراميل باش ما يروحليش في الاطراف، وتقعد الكريمه تاعي تطرطق في الاطراف. وزدت الطبقه الثالثه والاخيره شربتها ثاني بالشربات اللي عندي، شربوها مليح. وغادي نديروا طبقه خفيفه برك، علاش؟ باش ما تنشفناش في الثلاجه. قدش الحمير راه. والكيكه تاعنا غادي نحطوها في الثلاجه من تحت ولا نحطوها في الكونجيلاتور تشد روحها قد ساعه ولا ساعتين هكا باش ما تعاوننا من نكونوا نخدموا فيها ونليسوا فيها. غادي نخدموا الكاناش تاعنا اللي غادي نحطوه من فوق الكريمه. غادي نديروا نص كاس تاع الحليب، نديروا نص 2 مغارف تاع الشونتيي، 2 مغارف تاع الزيت، ونحطوهم في الغاز. غادي كي يغلو غاليه نحطوا معاهم 200 غرام تاع الشوكولا. يغلو غاليه ولا 2 نوخروهم على النار ونخلوهم يبردوا في بلاصه اللي تكون بارده.
ونخدموا الكيكة ولا نخدموا عفوا الكريمة اللي غادي نغلفوا بها الكيكة تاعنا. أنا كان باقي لي 3 مغارف من الكريمة اللي درناها في الحشو من الداخل، غادي نحطها على جهة ونجيب هنايا كاس كامل تاع شونتيي مع مغرف كبيرة تاع الشوكولا طاغتيني، مغرف كبيرة تاع الكاكاو، ندير معاهم عطر تاع البندق ولا تاع الكراميل، ونزيدو معاهم ربع كاس تاع الماء ونخليهم يتخلطوا مليح حتى يتضاعف الحجم تاعهم. غادي نغلفوا بهم الكيكة كما راكم تشوفوا في الفيديو، نغلفوا بهم الكيكة تاعنا كطبقة أولى، نليسو مليح الكيكة تاعنا ونحاولوا باش نوقفوها ونديروا لها هذوك القنوطة، نحاولوا باش نوقفوهم مليح. من بعد نحطوها في الفريجيدير تريح قد لي هذيك الطبقة الأولى تنشد مليح باش ما تخلطناش مع الطبقة الثانية، باش نزيدوها الطبقة الثانية. عاودت من جديد أنا ما بنات هذيك الكريمة ما كفاتنيش، عاودت خلط 2 كيسين تاع شونتيي مع كاس كامل تاع الماء، خلطهم مليح حتى اللي تضاعف الحجم تاعهم. درت معاهم مغرف كبيرة تاع الكاكاو، مغرف ونص تاع الكاكاو ومغرف ونص تاع الشوكولا طاغتيني، خلطهم مع بعض وتضاعف الحجم تاعهم. راني نغلف بهم الكيكة تاعي كطبقة ثانية، نغلف كامل الكيكة ونبدا نليسي بهذا الليسوز اللي عندي. من بعد هذه الليسوز غادي نحطها في الماء اللي يكون غالي، نجيب الليسوز تاعنا ونشفها مليح من هذاك الماء، ونحاول باش نرطب كامل هذوك الأطراف والسطح اللي يكون من الفوق، ونحاول باش نوقفهم كما شفتوا في الفيديو. والزائد دائما نتخلصوا منه ونديروه في إناء واحد آخر. الكريمة تاعنا ولا الكاناش تاعنا بعد ما برد، ما بردليش بزاف، راني حطيته هنا البنات، ثم خلوه يبرد تماما. دوك تشوفوا كيما الكيكة الثانية اللي من بعد تشوفوها، خلوه يبرد تماما، وحطوا هذوك القطرات ولا هذو الخطوط اللي يجوا في الأطراف ديروهم. من بعد الكريمة اللي تبقى لنا غادي نديروها في بوش ونبوشو كامل، وانتم الطريقة اللي تبغوها ولا اللي تناسبكم ديروها. ما بغيتوش ديروا هذو الوريدات اللي درتهم ديروا حاجة وقت أخرى، الطريقة اللي تناسبكم المهم ديروها. أنا درت هذو الورود وجبت هذيك اللي بقات لي، هذيك الكاناش اللي بقات لي درتها في الوسط. غادي نجيب المغرف نقعد نليس بها هذيك نمشي بها هذيك الشوكولا حتى اللي تكملي كامل حتى لذاك الطرف. انا كملت لي البنات الكريمه، شوفوا التزيين جاني شباب كي كملت لي الكريمه هذيك الجهه اللي بقات لي أنا حسيتها كلي شوية فارغة، حطيت فيها هذيك الفراشة، والجهة الأخرى خدمتها بالشوكولا. نتوما زينوا بالشي اللي عندكم. وهذه الكيكة هي كيكة ثانية، هذو متربصات كانوا عندي يتعلموا 2 بنات وراهم خرجوها شابة بزاف البنات. وهذه استعملنا فيها الديسك تحتاني وديسك فوقاني، هكا يعاوننا باش نتحصلوا على الكيكة اللي تكون واقفة والحواف تاعها يكونوا حادة وتكون ثاني مليسية مليح، يكون الليساج تاعها يكون شباب. هما كملوا الكيكة تاعهم والورود داروا وردة فوق وردة، ما داروش الشكل تاعي، داروا وردة فوق وردة، وكملوا هذاك الكاناش، والكاناش تاعهم داروه في الوسط، والدمعات تاعهم جاو احسن من الكيكة تاعي، خاطرش خلوا الكاناش هذا خلوه يبرد تماما عاد باش داروا هذوك الدمعات. وانتم ديروه كما تبغوا ديروه، بغيتوا هذاك الشكل اللي درته هنايا ديروا يكون دافيه شويه الكاناش، بغيتوا هذا الشكل ديروها بارده. هما داروا 8 بيض في بلا 40 على 40، الطول قسموه على 2 والعرض على 2، تحصلوا على الكيكه ولا على جينواز 20 على 20، 4 طبقات 4 طبقات، نفس الكريمه اللي خدمتها انايا من الداخل، ومن الفوق الليساج داروه بكاناش مونتي. فرحوا بزاف بالنتيجه اللي تحصلوا عليها والذوق كان رائع. والكيكه تاعنا تاع الخطوبه تاع الطلبيه راها واجده، جات ثاني شابه بزاف والزبونه فرحت بها. وشوفوا هذا الكيكه قادرين تخدموا بها في كامل المناسبات، الاعياد الميلاد تخدموهم في دياركم، ديروها لضيافكم، ديروها في يديكم وتخرجوا بها في كامل المناسبات. تجي هذه الكيكه بالنسبه للسعر نخدمها 370 ألف، وانتم خلوا لي في التعليق هذا السعر يناسبها ولا تخدموه اكثر من هذا السعر ولا اقل، خلوا في التعليق. ما تنسونيش بلاجيم. سلام.